تعتمد اللقاحات التي تعطى للماعز على عدة عوامل مثل البيئة والعوامل الوبائية المحتملة في المنطقة والظروف المناخية. ولكن بشكل عام، فإن هناك بعض اللقاحات التي يجب على مربي الماعز تنظيم عملية تطعيمها بانتظام، ومن هذه اللقاحات لقاح الطاعون الوبائي. يعطى هذا اللقاح لحماية الماعز من الطاعون الوبائي، ويجب إعطاؤه لجميع الحيوانات في مزرعة الماعز، ويمكن إعطاء الجرعة الأولى عند سن من 4 إلى 6 أسابيع، ويتم إعادة التطعيم بجرعة مزدوجة بعد من 3 إلى 4 أسابيع، فيما إعادتنا للتطعيم السنوي بجرعة واحدة. لقاح التهاب الرئة المعوي. يحمي هذا اللقاح الماعز من التهاب الرئة المعوي، ويجب إعطاءه للحيوانات في الربيع أو الخريف، ويتم إعادة التطعيم سنوياً. لقاح الجدري. يحمي هذا اللقاح الماعز من الإصابة بالجدري، ويجب إعطاءه لجميع الحيوانات في مزرعة الماعز، ويتم إعادة التطعيم سنوياً. لقاح الإكزاز. يحمي هذا اللقاح الماعز من الإصابة بإكزاز، ويتم إعطاؤه للحيوانات في فصل الربيع أو الخريف، ويتم إعادة التطعيم بعد من 4 إلى 6 أسابيع، ثم إعادة التطعيم السنوي. من المهم الحفاظ على جدول منتظم للتطعيمات لضمان حماية الماعز من الأمراض والوباء، وينبغي التشاور مع الطبيب البيطري لتحديد أي لقاحات أخرى يمكن إعطاؤها حسب الظروف المحلية.